فاضي ذمتك، لو حد قال لك جاتك 60 نيله هتزعل منه ولا لا؟ اكيد هتزعل وهتاخد موقف كمان، واحتمال تكون هي دي القطعه معاه. بس لو حب يرضيك ويهديك وجاب لك حاجه زي اللي انت شايفها كده قدامك في الصوره دي، هتعمل ايه؟ بص، شفت حاجه كده شيك، زهره كده لونها بنفسج زي العسل، ممكن تخليك تسامحه. اصل الحكايه ان هي دي النيله، والله هي دي النيله. شفت الجمال ده؟ بس احنا اللي نيلناها بقدره قادر كده. دي زهرة كانت موجودة من قدماء المصريين، وسبب التسمية ان هي كانت بتزرع على ضفاف النيل، يعني ملهاش علاقة ابدا خالص بالمصايب ولا بالنيلة ولا بالمشاكل بين الناس. خدناها نقعناها في 3 ايام ميه، طلعت لنا اللون الازرق الحلو ده. استخدموه قدماء المصريين في الدباغه او صباغه الهدوم، وكمان فيها على رسم الحوائط الموجوده على المعابد. طلعت احلى الوان موجوده لحد الان اتاخدت من النيله. طب ايه بقى اللي نيلها وايه اللي حطينا التاتش بتاعنا خليناها 60 نيله؟ طب ليه مش 50 نيله مثلا؟ يعني انت ليه يعني ما خليها 70 نيله يا اخي وخليك كريم. الموضوع رجع للستات والهوانم المصريات، خدوها حطوها عليها حنة. الحنة طلعت لنا اللون الأسود الداكن ده، كانوا بيكحلوا بيه عيونهم ويروحوا يعملوا واجب مع أي حد متوفي أو جات له مصيبة، يعني هي داخلة بالنيلة بتاعتها، فده الواجب بتاعهم. فاحنا اللي نيلناها وخليناها 60 نيلة وسيبنا التاتش بتاعنا. عايز اقول ايه بقى؟ ان النيله بريئه من كلامنا خالص، وان حد قال لك جاتك 60 نيله مش عارف رد فعلك هيكون ازاي، بس على اللي احنا فاهمينه دلوقتي اكيد هتعمل مشاكل. لكن لو رجعت تاني لاصل الكلمه هتقول له شكرا وعقبال عندك. ربنا طبعا يبعد المشاكل. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على حكاوي مصري. مش بقول لك كل ما هو حصري، عندنا في حكاوي مصري.